السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لقيناكم طبعا، وبكرة إن شاء الله الاستنفار، ومع إنه خلاص الاستنفار شغال من أول يوم العيد. معسكرات ملت الحمد لله، لكن برضه نحن شايفين في غواصات قاعدين في الميديا، واحد يفتح بث مباشر يقول لك لا الجيش ده ضعيف وبيدعي للشباب وبنادي الشباب. أنت بليد، نحن جيش، نحن مواطنين، نحن جيش. الجيش ده ممثلنا، نحن الجيش نحن ممثلنا. انت وقت ما قادر تجيب مع جيشك، وما قادر تبقى راجل تنزل الميدان معاهم، او كمان تدافع على البيوت وتطلع المرتزقه دي من البيوت، اسكت بس، خد جزمه في خشمك واسكت. ما تبقوا زي القحاطه دي. القحاطه شالوا اولادهم كلهم قبل الحرب، كبروها، مشوا كلهم الدول الثانيه، اصلا مشترينهم معاهم قروش، قايلين انه القروش دي خلاص يعني ما بتكمل. الواحد اللي يبيع ضميره يركن تبيع ضميرك انت وخلاص، انت اصلا منك فايده. لكن انت تبيع ضميرك وتبيع اولادك، بتبيع الجيل كامل الجاي، على اساس شنو؟ على كم حاجه تافهه. اشتروك، انت لاقي اشتروك، انت وكيس اشتروك، ما عندك كلام، انت تسكت مع الرجال، انت تسكت خالص، ما عندك كلام مع الرجال. انت اشتروك، كم سعرك؟ انت سعرك كم بالنسبه لنا احنا كشعب السوداني؟ انت سعرك جزمه بس، جزمه قديمه كمان تكلها في وشك وتسكت عليه كده. لكن ما تمشي برا تقعد لا للحرب ونحن نرى. انت ما ترى اي حاجه، قلت لك قبل كده ما ترى اي حاجه وتسكت، تسكت بس. قائد العام قال استنفار، ده ممثلنا نحن الشعب كامل، ده ممثلنا نحن هسه حاليا في اللحظه دي، ممثلنا السيد الفقراء، الجيش يمثلنا نحن كلنا الجيش. وقبل كده قلت عليكم وتاني حقول لكم يا مرتزقه يا قحاطه، لو فضل عسكري واحد قدام القياده العامه نحن بنقيف معه، نحن بنقيف معه. الجيش، الوطن، الله، ما بنعرف حاجة غيرها تاني. ما عندنا ميليشيا بتحكم دولة، ما في ميليشيا بتحكم دولة. أفهم أي واحد يقول لا للحرب، كلنا لا للحرب، كلنا لا للحرب، ما في واحد يتمنى الحرب. طيب تعال طلع الميليشيا دي من البيوت، طلع من محطة الموية، محطة الكهرباء، طلع من مستشفى الدايات دي. نحن قاعدين نكتب في تاريخ، هسه حاليا قاعدين نكتب في تاريخ تحرير السودان من الغزاة، قاعدين نكتب في تاريخ هسه حاليا. يا اما انت معلم تكون معنا في التاريخ، يا تكون شنو في زبالة التاريخ وتسكت، تاخذ خصمك جزمتك جزمة في خشمك وتسكت بس. نحن قاعدين نكتب في تاريخ هسه حاليا، بطردنا الميليشيا الدحرة دي. قاعدين نكتب في شنو؟ في تاريخ جديد، تاريخ السودان، لحد ما نجيب كلنا قدام القيادة العامة، قدام قصر الجمهور، نرفع العلم قدام القيادة العامة. يرفعوا عسكري كمان، يرفعوا عسكري خلى اولاده من قامة الحرب بدون راتب، بدون اكل، بدون شراب، قاعد بس دافع عنك انت وعن عرضك وعن اولادك. انت لا للحرب، ايوه لا للحرب، ما في مشكله، كلنا لا للحرب، كلنا لا للحرب. رجع البلد شرفها، طلع الميليشيا دي من البيوت، طلعهم من المستشفى، طلعهم. ما عندك حل. تقول لي بس لا للحرب ونحن لا للحرب ونحن نرى. انت قلت لك انت خلاص، انت ما عندك كلمه مع الرجال، تسكت بس. وقت اشتروك، اشتروا كرامتك. الحاجه الاخطر من الميليشيا والدعم السريع، الحاجه الاخطر منها انه شنو؟ الوطنيه تموت جوانا. الوطنيه لما تموت جوانا خلاص، دي الحاجه الاخطر من كده. واحد يقول لك انا مسافر، انا كرهت البلد دي، كرهتها. مالك يا حبيب؟ ايه يا حبيب، كرهت البلد دي؟ مالك؟ عملت شنو في البلد دي؟ ايوه ما في وظائف، والله العظيم يا اخي ما في وظائف يا اخي، وانا ما قادر اشتغل يا اخي. وظائف؟ مالك عندك شهاده؟ كملت تعليمك؟ ايوه ما في مشكله، كملت والله تعليمي، ولكن ما يا معلم ده رزقك كده، انت كده رزقك ده انت كده. صح، انت ما بنقول لا ما في اخطاء وما في يا اخي حاجه يا اخي دعم، ولا مثلا يعني ما في مشاريع يعني عشان الواحد يقدم فيها، ولا يا معلم اشتغل، افتح لك اي حاجه برا، بيع سكرين، بيع اي حاجه يا معلم. شفت انت بتعيش، افتح لك طبليه في السوق، شيل لك درداقه يا معلم، عبيع حاجات وبيع. لكن ده كله الكلام ده ما هسي، الكلام ده نحن ما بنقوله هسي، الحرب دي شغاله هناك. الكلام ده بعدين نحن بنقوله. يمكن نجي قدام القياده العامه ونقول لهم لا، الرئيس ده ما عجبنا، مشوا ده اصلا مدنيه 6 شهور، بعد ذاك شنو؟ الجيش يستلم 6 شهور تشكل حكومه، بعد ذاك شنو؟ يجي صندوق اقتراع، انتخابات. انت عندك يا معلم مشروع تقدمه،
تقدم مشروعك. ده للناس كل القاعدين في الميديا الغواصات، افهم الكلام ده، افهم يا غبي انت، افهم الكلام ده. ما بتقولوا هسي نحن السودان ده كرهناه والسودان ده خلاص ما راجعين له، والسودان ده نحن والسودان ده نحن. هسي حاليا نحن كلنا نقلب برجل واحد عسكري واقف في الميدان، ضابط واقف، كلمة شنو مجلس السيادة هي بتمشي. ده ممثلنا نحن، هسي حاليا يمثلنا نحن. الكلام ده كله نخليه بعد ما تحرر البلد دي، نكتب تاريخنا، نرفع علمنا، بعد ذلك نشوف مطالبنا تاني، نشوف مطالبنا برئيس منتخب، برئيس منتخب. لكن ما بتجي ميليشيا تحكم دولة. افهم يا غبي انت، ما في ميليشيا بتجي تحكم لها دولة. الله الوطن. عاشت قواتنا المسلحة.